شو آخر خطاباتك؟ قال إن شاء الله يكون الوايرلس في المقبرة منيح ويصل الإرسال لجميع القادة زعماء ثوار. أنا أقول أن الموضوع خطير أخوي محمد. أنا أقول قال نكت شوارع والقذافي يطلع نكت شوارع عبر قناة رؤيا مصيبة. أنا بدي أقول قرار مهم وقرار تاريخي يجب أن تسجل الأمم المتحدة، مجلس الأمن واللجنة الرباعية ومجلس اتحاد الكرة الأرضية ومجلس المجلس الأعلى. أشكرك، شكرا لفاطمة الله يرحمها وشكرا للجميع. أنا أقول أن يحق للمرأة العربية الترشح لرئاسة الدول العربية سواء كانت ذكر أو أنثى. أخوي مبارك. أنا عايز أقول إن أنا سعيد جدا باللقاء عبر برنامج نكت شوارع، وأنا دلوقتي مبسوط والأشياء معدن وكله تمام. أنا عايز أقول أخويا محمد إنه الموضوع ده بصراحة يعني بصراحة ربنا كله كذب، واللي بيقولوا عليا والمسرحية بتاعت المحاكمة دي كذب. أنا موجود دلوقتي أهو قدامكم. وإذا نتحول، هذا جميل عازر يحييكم من قناة برنامج نكت شوارع. وزير المواصلات الياباني ياماهارا كواشيكو ياما اجتمع قبل قليل في برنامج نكت شوارع بوزير الطاقة الروسي شارد بلا خوف ووزير المواصلات الباكستاني تلفنتيلو جاني. وزير المواصلات الياباني يتحدث إليكم الآن. أعتقد أننا في برنامج نكت الشوارع لنا في هذا المكان لحظات شكرا. ونتحول بكم الآن إلى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان. أردوغان، ماذا تقول في برنامج نكت شوارع؟ تركيا. تعتذر الجزيرة لا يوجد مواطن سوري يدبلج لنا خطاب التركي.